السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل كبدة فراخ بالطشة. بجد عايزة اقول لكم طعمها كان حلو جدا جدا جدا. بتمنى تجربوا الطريقة دي لان فعلا هتعجبكم. بس ما تنسونيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد بأمر الله. يلا بينا نسمي الله ونشوف المقادير بتاعتنا. انا معايا هنا حطيت في الطاسة بتاعتي حوالي 4 معالق من الزيت. حطيت عليهم حوالي بصلتين كبار مقطعاهم كده ايه شرايح رفيعة، وكمان معاهم قرن فلفل حار كده مقطعاه مع البصل يتشوحوا الاتنين مع بعض بيدوا ريحة حلوة. تمام. وكمان كنت حاطة معاهم فصين من التوم برضو بس ما كانوش باينين، كنت مقطعاهم برضو شرايح. هنا كنت مقطعة فلفل اخضر ومعاهم قرن فلفل احمر كده. وزودت كمان معاهم فلفل حراق برضو تاني. الوصفة دي لما بتكون حراقة كده وحامية بتبقى طعمها حلو قوي. نبدأ نقلب كده، لازم الخضار يدبل شوية وتشوح شوية حلوين كده مع بعض. هنا هبتدي انزل بحوالي طماطمية صغيرة مقطعاها. تمام، لان الباقي مش هحطه دلوقتي. بصوا انا حطيت كمية طماطم قليلة جدا. نسيب برضو الطماطم تاخد وتدي مع البصل والفلفل. وابتدي هنزل بالتوابل بتاعتي. دي قرفة خشب اللي هي بتبقى مكسرة دي. معايا فلفل اسود، معايا كزبرة، معايا كمون، ورق لوري، ورشة صغيرة جدا من السبع بهارات. لو مش متوفرة مفيش اي مشكلة، ممكن ما تحطهاش. الكمون والكزبرة بيبقوا حلو قوي في الكبدة. دي كبدة فراخ، انا جايبة الكبدة منضفاها حلو قوي، والقلب بتاعها برضو منضفاه كويس وفتحاه. وببتدي اقطع الكبدة على 2، انت حابة تقطعيها على اكتر من كده اللي يريحك. بس انا بحب قطعة الكبدة تبقى كبيرة كده وظاهرة. تمام. هل ينفع احط معاها قوانص شوية؟ احط قوانص مع الكبدة يعني. هو ينفع، بس القوانص لازم تسويها لوحدها الاول على جنب وتقطعيها قطع صغيرة. ممكن ندي للقوانص سلقة كده قبل ما تحطها مع ما نحطها مع الكبدة. الملح بقى ده يرجع لكم. الملح ده اختياري، يعني كل واحد بيظبط الملح زي ما هو عايز. المعلقه اللي قدامكم دي صغيره عشان محدش يقولي كل ده كميه ملح. المعلقه صغنطوطه جدا، يعني قولي نص معلقه ملح صغيره اللي انا حطيتها. تمام، تشوحهم كده مع بعض. هنا بقى الكبده نقلتها العين التانية ووطيت عليها سيكه كده صغيره لحد ما اعمل الطشه بتاعتها. ده توم مفروم. حطيت كده معلقه زيت، معلقه واحده بس. ندي تشويحه للثوم. اول ما الثوم يبتدي يصفر شويه بنزل عليه بربع معلقه كزبره. هنا بعد الثوم ما احمر شويه بنزل عليهم بمعلقتين من الخل. دي الطشه. تمام. وهنا هبتدي انزل بالطماطم اللي انا كنت مقطعاها وقلت لكم عليها، يعني الوصفه كلها بتاخد طماطميتين. طماطميه كبيره شويه وطماطميه صغيره. هنا خلاص بعد ما خدت وديت الطماطم مع الثوم هبتدي انزل بيها على الكبده وخليهم كده 5 دقايق مع بعض. الكبده اصلا ما بتاخدش سوا، بس انا عايزه الثوم يتغلف بالكبده عشان خاطر الطعم بتاعها
يبقى حلو ويعجبكم ان شاء الله. بجد كان طعمها حلو جدا، سهلة وسريعة، مش بتقف كتير في المطبخ. هنا بعد ما غرفتها في الطبق عشان خاطر الاكل، عايزه اقول لكم طعمها كان حلو جدا. انا عملت جنبها شويه مكرونه بالصلصه او مكرونه محمره او رز بشعريه، اي حاجه. ما تنسينيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد بامر الله.